من منا لا يحلم بحكاية جديدة للأندلس؟ من منا لا يتمنى لو استطاعت الأندلس أن تستمر وأن تثمر أكثر؟ من منا لا يريد الاستيقاظ ليجد نفسه داخل الأندلس في أوج شبابها وريعان ازدهارها ليشهد هذه الحضارة العريقة؟ من منا لا يحلم بحكاية جديدة للأندلس؟ هو ده بالظبط اللي عمله الكاتب سراج منير في روايته الأخيرة الحاصلة على المركز الثالث لجائزة راشد بن حمد الشرقي في عام 2020، حكاية جديدة للأندلس. صباح أو مساء الخير على حسب الوقت المناسب ليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهاردة مع رواية جديدة ومختلفة جدا بتجمع ما بين التاريخ والخيال العلمي، وهي رواية حكاية جديدة للأندلس للكاتب سراج منير الصادرة عن دار البشير. يلا بينا نشوف الرواية بتقول ايه. بكل بساطة الرواية كعنوانها هي حكاية جديدة للأندلس، تصور تغيير في مجريات الأمور والأحداث يساعد البلد دي ان هي تستمر أطول وقت ممكن، عن طريق ان احنا نحافظ على نسل الخليفة المستنصر ان هو يحكم البلاد أطول وقت ممكن بدل خلافة محمد بن أبي عامر للبلاد، مع مزج بعض الخيال العلمي للموضوع. من الحاضر وفي لحظة حرجة جدا في حياة بعض الأشخاص بنروح للمستقبل في القرن ال28 عشان نرجع تاني للماضي في تقريبا القرن ال19 عشان نعمل فرق كبير شوية في حياة حكام الأندلس، مع 4 نماذج ل4 شخصيات من 4 أزمنة مختلفة. طبعا في القرن ال28 مش عايزين يرجعوا ويغيروا التاريخ هباء أو من باب الملل، هم عندهم أسبابهم، وأسبابهم دي بتقول إنه بداية من القرن ال23 بتبدأ أعداد البشر تقل جدا جدا على كوكب الأرض، لحد ما في القرن ال28 بتوصل أعداد البشر تقريبا ل6 ملايين على الكوكب، مما يؤدي إلى تعرض الجنس البشري للانقراض، وده طبعا بسبب التلوث اللي بيحصل في الحياة وعدة أسباب أخرى. يعني من الآخر هم شايفين إنهم لو قدروا يهيكلوا الأحداث من أول وجديد على المدى البعيد هيتلافوا أسباب الانقراض عبال ما نوصل للقرن ال28. وإحدى طرق الهيكلة دي هي إن إحنا هنغير في التاريخ أو هنغير التاريخ علشان نساعد دولة الأندلس إن هي تستمر على المدى البعيد، لأن ده من إحدى الأسباب في تصورهم او في الخطه اللي هم حاطينها. الروايه كالعاده مكتوبه باسلوب سلس وبسيط ويخلي اي حد يقدر يقراها واي حد يقدر يتبسط بيها. حافظت كمان على عنصر التشويق والاثاره، ان انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل، ومع تصورك للفكره نفسها والجمع ما بين التاريخ والخيال العلمي ده خلى في جو وروح حلوه شداك ان انت تقرا الروايه. اي حد يقدر يقرا الروايه واي حد يقدر يستمتع بيها، وبشكل خاص المبتدئين في القراءه، لان زي ما قلنا اسلوبها سلس، وانا بفضل الروايات اللي بتكون مكتوبه ببساطه دي ان اي حد يبدا بيها. يعني لو حابب طبعا هو يبدا في الروايات علشان بتساعده ان هو يكمل وان هو يندمج مع القراءه. محبي الروايات ذات الطابع التاريخي طبعا هيتبسطوا جدا بشكل خاص. الروايه لا تخلو من بعض الاحداث التاريخيه اللي مكتوبه في اطار خيالي وفي اطار الروايه، ولكن هتتبسطوا بالجو التاريخي ده، خصوصا لو تاريخ قديم زي تاريخ دوله الاندلس. الروايه كمان فيها خط جميل جدا بيتكلم عن طبيعه العلاقات الانسانيه والطبيعه البشريه والعلاقات ما بين الراجل والست، وان هي ازاي ممكن تبقى بسيطه وسلسه جدا لو مشيت بالفطره الطبيعيه. انا كنت لاحظت ان الكاتب بيحاول يحافظ على الخط ده دايما في اعماله، وكنت شفته في عشق في جنوب الهادي وكان رائع جدا. كمان لاحظته في نياندرتال التجربه والمستوطنه الاخيره، برضو كان خط جميل، ودايما بيحافظ على التواصل الانساني ما بينك وما بين الروايه اللي انت بتقراها، لان انت شايف حاجه من مشاعرك او شايف حاجه من اللي انت بتحسه او كده. فدي بالنسبه لي بتبقى نقطه فيها ذكاء كده في الحاجه اللي انا بقراها. خلص كلامنا على حكايه جديده للاندلس وخلصت حلقتنا، ولكن اكيد ما خلصت كلامنا عن الكتب. اشوفكم في حلقه جديده تاني قريب جدا جدا ان شاء الله. ولحد وقتنا هذا حاولوا تشوفوا الحاجات اللي هتظهر لكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وقولوا لي تحت في الكومنتات، وقولوا لي قريتوا حكايه جديده للاندلس ولا لسه. اشوفكم على خير.